بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. الحكومة الجزائرية أشد عداوة ونفاقا على المملكة المغربية. أقول الحكومة وليس الشعب الجزائري. إن المملكة المغربية اليوم منخرطة في تظاهرات كبيرة وتعيش تحولات كبيرة في جميع الميادين. إذن علينا أن نعبئ أنفسنا بالوحدة الوطنية منطلقة من فلسفة وطنية، وليست منبعثة من عاطف وحماس. وإن عهد الوطنية الضيقة قد انتهى، وإن بلدنا التي تربطها اللغة والدين والفكر المشترك ومصير مشترك تواجهها مشاكل خطيرة من الحكومة الجزائرية. إذن لا يمكن أن نتخلص من هذه المخاطر إلا بتحقيق الوحدة الوطنية الكاملة كهدف، وبوحدة الرأي بين العاملين في الحق الوطني والسياسي في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ووضع حد واضح لهذه المخاطر، بالإضافة كذلك إلى الطموح بأكثر من فتح نقاش أساسي حتى نطمئن بما فيه الكفاية على ما نعتقد. وعلى هذا الأساس ستصبح تحديد الثقافة الديمقراطية والحقوقية وترسيخ سلوكيتها في المجتمع شأناً اجتماعياً وتربوياً، يحول الممارسات من مستوى التبعية السلبية إلى مستوى المساهمة الفاعلة، حيث سيشارك الشباب في ضوئها في الحياة العامة وفق قواعد الحرية الهادفة والمسؤولة، كما سيساهم أيضاً في بلورة المعاني السامية للمواطنة المسؤولة وغرس قيمها المثلى في الوجدان. قال جلالة الملك نصره الله: إن القرن المقبل سيعزز الاختيار الديمقراطي التي نحرص باستمرار على ترسيخه في الفكر والممارسة، حتى يصبح من مكونات ذات أفراد والجماعات بكل ما يقتضيه ذلك من حرية ومسؤولية. هذا كلام جلالة الملك، والسلام عليكم.